لو ما تعرفش المجزرة اللي حصلت في اسيوط وركز معايا في الفيديو ده. واحد يقول لي ايه المجزرة اللي حصلت في اسيوط؟ اقول لحضرتك ان في واحد قتل 8 من ضمنهم طفل عمره 10 سنين. بحسب المعلومات الاولية ان المجرم اللي قدامكم دوت اسمه عاطف خلف، عمره 48 سنة، من مركز ابنوب في اسيوط. القصة بدأت اول ما الراجل ده كان راكب عربيته وخبط واحد بالموتوسيكل وجاله نزيف الراجل اللي كان على الموتوسيكل، ووقتها الاهالي طلعوا التليفونات وصوروا الراجل ده اول ما خبط الراجل اللي كان على الموتوسيكل. اما الشخص دوت ما عجبوش الكلام، اما طلع الآلي بتاعه وضرب بشكل عشوائي، وبسبب الضرب العشوائي اتسبب في اصابة 16 شخص، من ضمنهم 8 قتلى ومنهم طفل عمره 10 سنين. طبعا اللي حصل دوت ولا كأننا في حرب ولا كأننا في غابة، لكن الشرطة قدرت تلحقه وهو على الأراضي الزراعية وتمت تصفيته. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وما نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يا رب يرحم الناس اللي توفت ويشفي المصابين بإذن الله، وعقابه عند ربنا عز وجل أشد وأكتر بكتير.